جايين لعندك ضيوف فجأة وحابة تعملي شغلة حلوة وسريعة مع فنجان القهوة بتجهز ب10 دقايق. هاتي كيس شعرية وباكيت بسكوت من عندك بدون فرن ولا بيض وحضري لهم هالحلا السهل السريع. احتفظوا فيه، أنا متأكدة رح تحتاجوه. ومثل العادة قبل ما نبلش ما تنسوا تنوروا البوست بلايكاتكم تعليقاتكم الحلوة اللي دائما بتنوروني فيها، ونحكي بسم الله. أول خطوة عنا رح أحتاج لباكيت من الشعرية الباكستانية، كسرته سواء بإيدي أو باستخدام محضر الطعام لحتى صار عندي ناعم. مباشرة رح أنزله بمقلاية على النار ورح أضيف له معلقة صغيرة من الزبدة، ومباشر رح أبلش أحمصه لحتى ياخد اللون الذهبي كيف ما عم بتشوفوا. من بعد ما تحمصت عندي الشعرية مباشرة نقلتها على صحن تاني، وأيضا رح أحتاج لكوب من الفول السوداني. إذا كان عندكم ني ممكن إنكم تحمصوه، فيكم تستخدموا بهالمرحلة أي نوع من أنواع المكسرات اللي أنتوا بتحبوها وبتفضلوها، سواء كان جوز، لوز، فستق حلبي، اللي متوفر. بخطوة سريعة من بعد هيك رح أحتاج لباكتين من البسكوت بأي نوع أنتوا بتستخدموه بالعادة. مباشرة بمحضرة الطعام رح أطحنه لحتى يصير عندي ناعم كيف ما عم بتشوفوا، وأيضا رح أنزل بالفول السوداني وكمان رح أطحنه لحتى يصير عندي ناعم. ومثل ما خبرتكم فيكم تستخدموا اللوز أو الجوز، كمان بيعطي طعمة كتير طيبة. وقبل ما أكمل بسعدني كتير تخبروني بأي بلد انتو ولوين فيديوهاتي عم توصل لحتى نضل على تواصل دائم. مباشرة بصحن غميق رح أنزل بالبسكوت اللي طحنته ما يعادل تقريبا كوبين بالأكواب المعيارية، وأيضا رح أضيف الفول السوداني ما يعادل تقريبا كوب، وباكيت الشعرية الباكستانية أيضا ما يعادل تقريبا كوب بالأكواب المعيارية اللي حمصناها. ورح أضيف معلقتين كبار من الزبدة ورح أرجع أقلب المكونات كلياتها. ورح أبلش من بعد هيك أنزل بالحليب المحلى المكثف أو القطر أو العسل حسب المتوفر عندكم وكيف حابين انتو تعجنوها وبأي نكهة. للسرعة فيكم تستخدموا الحليب المحلى المكثف، وإذا حابين تعملوه بالبيت اكتبوا لي بالتعليقات لحتى أنزل لكم طريقة تحضيره بالبيت. الحليب المحلى المكثف ننزل فيه بالتدريج شوي شوي وعلى مراحل مع استمرار العجن لحتى نوصل لقوام عجينة طري نقدر نشكله بإيدنا بكل سهولة. من بعد ما صارت عندي العجينة جاهزة مباشرة رح أبلش أشكلها لكرات. وزن كل كرة تقريبا من 20 جرام ل 30 جرام حسب حجم كل قطعة انتو حابين تقدموها. طبعا من بعد ما شكلت كامل الكمية فيكم فقط تقدموها على شكل كرات من بعد ما تغمسوها بالشعرية اللي حمصناها، أو فيكم تستخدموا أي قالب متوفر عندكم لحتى تعطوها شكل حلو ومرتب، وأيضا تكبسوها بالقالب. استخدمت قالب متوفر عندي وشكلتها كيف ما عم بتشوفوا، واستمريت بهالخطوات لحتى خلصت كامل الكمية. وخطوة اختيارية زينتها بشوية من الفستق الحلبي. هيك تحلايتنا بتكون صارت جاهزة، قدموها مباشرة، ما في أطيب منها مع فنجان القهوة. بنصحكم كتير إنكم تجربوها. مثل العادة بسعدني كتير تشاركوني تجاربكم، وهلا بقدر أحكي لكم ألف عافية عقلوبكم.